بعد ما الزملكاوي خسر او تعادل وطلع نام. نتكلم النهارده عن الزمالك الصراحه الغير محظوظ. هو غير محظوظ طبعا، يعني ان هو حصل فيه كده، والاهلي ومشاكل الاهلي اللي واضحه نتكلم فيها في القعده المحليه النهارده. نخش بالانترو ونرجع لكم تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه في قعده محليه جديده من غير صديقنا يوسف المحلي؟ يلا بالشفا. زي ما اتكلمنا طبعا انه علاء عبد العال هينزل هيقفل، مش هتعرف تاخد نفسك، مش هتعمل، هتبقى هجمات ماسك الكرة استحواذ. وعلاء عبد العال هو لكن الاتوبيس ورا دوت اللي حصل. الزمالك اخد الكرة، ضيع كتير قوي قوي. خوان بزيرة واحدة في العارضة في الاخر. سيف الدين الجزيري في اخر 3-4 دقايق الكرة اللي بدل ما يبازيها قام بكل رعونة وشفافية وكل رعونة وجبن قصدي، بدل ما ياخد الكرة وهي جايه له قام شايطها، لا قام لف بيها استلمها، بدل ما يبازيها قام شاطها في جسم اللعيب في الدقيقة 92. كان ممكن تقتلك الماتش تكسبك، ضيعتها. عمرو ناصر بعد ما نزل لعب ماتش وحش قوي قوي قوي. كان ممكن والنتيجه لسه 0-0 كان تدي الكوره لاخوان بزيرة، كان هيجيب جون انفراد، ما حصلش. في الاخر انت بتدفع 8 رعونه، 8 جبن، 8 لعيبه مش موجوده في المود. حسام عبد المجيد والغلطه. عامل يضحك ايه ان هو كان يعني كان بيكلمني بعد ما صورنا امبارح الاول امبارح، بيقول لي حسام عبد المجيد ده اول غلطاته ومش عارف ايه، وانا اقول له يا عم ده جامد ولعب حلو. بيقول لي فبقول له ايه ده جامد قوي في الكوره العاليه ومش جامد على الارض. الغلطه جت بكوره عاليه. انفراد من نص الملعب بكوره عاليه، بدل ما يطفشها قام حطها في الارض، ولا اخد الكوره راح انفراد. غلطه الصراحه ساذجه يعني، دفع الثمن بيها الزمالك. علاء عبد العال ما صدق الكوره ديت جت، اركن الاتوبيس يا باشا. وعامل ورا بسم الله ما شاء الله، طلع 3-4 كور وعرضات وحاجات يعني. فالزمالك الغير محظوظ كان ممكن يقدر يكسب بسهوله، هو اللي صعب عليه الماتش، هو الغلطه دخل فيه التعادل. يعني حق الجماهير صح تبقى زعلانه، بس في الاخر ديت 8 غلطات و8 حاجات مترتبه على بعض وصلت الزمالك كده. هارد لك للزمالك وجماهيره. ونخش على الاهلي اللي في الشوط الاول واللي انت ما تعرفوش بقى. الشوط الاول الاهلي ملغي له جونين. انت متخيل؟ انت بتقول لي 3، لا الاهلي ملغي له جونين في الشوط الاول. يعني هو كسبان 2-0 واتلغى له جونين اوفسايد. اوفسايد تراب. يعني انا مش متخيل ان قرارات الاسماعيليه بتاع علينا اوفسايد تراب. تخيل انت والله. بيطبق على فيديوهات فليك كده وقت امبارح ونزل اوفسايد تراب. تخيل يعني هو بلع جونين وكان في جونين تانيين يتلغوا. فانت بتتكلم انك نازل ضاغط بتلعب جونين، الفرقه فايقه، الفرقه مفيره، يلا ننزل نكسب ويلا بقى وهاو. كان ممكن نطلع نظبط الباصات بتاعتنا، كان ممكن نطلع من الشوط الاول 3-4 غير الجونين اللي طلعوا دول. فانت بتتكلم انك نزلت لعبت شوط اول جامد قوي. حسين الشحات رجع لمستواه او جزء من مستواه بتتفرج عليه. زيزو بعد ما رجع تتكلم على كوره جماعيه. بن شرقي شريف رجع جاب جون اتلغى وجاب الجون الثالث. اي نعم هي غلطه من المدافع بس على الاخر جه تألق. فانت بتتكلم ان هجوميا مبقاش فيه اللي عندنا اللعيب اللي عمال يعدي 1 2 3 وما يلعبش وعايز يشوط هو اللي يبقى النجم. دوت اللي كنت بتكلم عليه الماتش اللي فات، انك تريزيجيه بكل حسن نيه هو عايز ينقذ الاهلي ويشيل الاهلي ويمشي بيه على ظهره، بس مش كده.
اديك شفت لما انت ريحت على تريزيجيه الاهلي بقى بيلعب هجوميا وجماعي وواحد اتنين تلاته. فكنت شوط اول جامد قوي، او لحد الدقيقه كمان 60 جامد قوي. الجون الاول محمد هاني لعبها لكوكا جاب الجون الاول. الجون الاول بتاع اوناجي غلطه محمد هاني، اللي معرفش محمد هاني لحد امتى هيفضل هو في الدفاع قاعد بيحلل ما بيضغطش. يعني جون الصراحه ساذج قوي قوي، وغلطه محمد هاني يعني. وكوكا تمركزاته الدفاعيه كباك شمال هو راح في 60 داهيه. فجا في الجون ما شناوي ملهوش علاقه بيه، شناوي عمل ماتش كويس، بس انت بتتكلم في جون غلطه تمركزيه وحشه قوي قوي، انت ملدوع منها كذا مره واتعملت تاني. يعني جون حرس الحدود كانت غلطه من محمد هاني وغلطه تمركز في الدفاع. جون كهربة الاسماعيليه الاول غلطه من محمد هاني وغلطه وتمركز في الدفاع. فانت عندك مشكله دفاعيه واضحه قوي 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 قوي، واضحه وضوح الشمس. معرفش محمد شكري هيرجع المفروض بعد التوقف، هل هيدينا حاجه كويسه، خصوصا ان ياسين مرعي بدا يثبت اقدامه مع ياسر ابراهيم، ثنائيه دفاعيه محترمه. بس في الاخر انت بتتكلم كباكين غلطتهم الدفاعيه بتكلف الاهلي كوارث. جون بعديه جون تاني، جون ما فيش لوم على حد صح، يعني هي الكوره اتشتتت، بس هو اللوم ان الضغط جه متاخر. يعني الراجل دوت ازاي متصاب لوحده اخد الكوره جا الجون التاني، كان ممكن الماتش يتعقرب عليك، ضيعت نزلت. جورة فاول عالمي لبن شرقي الصراحه، جون جامد قوي من فاول عالمي يعني. جبت الرابع، ضيعت. قفشه نزل برضه حرك الدنيا شويه. بن رمضان عمل ماتش كبير قوي قوي قوي، بدات تحس فعلا ان بن رمضان بدا يرجع. كل دوت بسبب مكسب الزمالك. يعني زي ما قلت ان الاهلي عنده كوارث وعنده حاجات، بس في الاخر معنويات الاهلي في السبق. كل الحاجات دي بتتدارى، بتعرف تنزل تكسب 4-2. تألق كذا نجم، تألق زيزو، تألق شريف، بن شرقي، شحات، قفشه بالشويه اللي لعبهم دولت كويس، ياسين مرعي. فانت بتتكلم ان الفرقه فايقه، فرقه كويسه. توقف دولي جاي، اعتقد لازم تخلص المدير الفني الاجنبي دوت بسرعه. لازم تشوف الدفاعات بتاعتك ديت، ترتب اوراقك. الغلطات ديت لازم تتعالج. لازم يبقى المدير الفني واقف على الخط بقى يتفرج بقى على الحاجات ديت، اللي جاي بسرعه يعالج الموضوع دوت. وفي الاخر فوز في وقت كويس قوي 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 قوي. تخش التوقف الدولي انت 18، الزمالك 18، المصري 18، انتوا الثلاثه 18 بونت، وانت ليك ماتش متاجل عنهم. بس يا خوفي يا خوفي من بيراميدز. بيراميدز قاعد يتاجل له، وبيراميدز لو راح وكسب مؤجلاته هيفرق 2 بونت. اللي محدش بيتكلم عنه، محدش واخد باله منه، شغال سكيتي دوت اللي تخاف منه. بقى سيبك من البروباجندا بقى، والزمالك والاهلي هيتصدر وجاي من بعيد، لا، بيراميدز فعلا اللي جاوا من بعيد وكسب، فرق 2 بونت عن الاهلي وعن الصداره اصلا. اللي محدش بيتكلم منه، ما اعرفش الناس مش واخده بالها ازاي. الخوف من بيراميدز، الفرقه ديت جامده قوي قوي الصراحه، فانا خايف منها. الاتحاد رجع لسلسله الانتصارات بعد ما كسب امبارح. الاسماعيلي الواحد مش عارف يتكلم يعني، يقول عن الاسماعيلي 4 بونت من 10 ماتشات، بيضيع 26 بونت. فانت خلاص هو الاسماعيلي ما نعرفش انت بتلعب ليه. انت 3 بونت مضمونين لاي فرقه بتلعب الاسماعيلي، وضع كارثي للاسماعيلي. ما حدش يحب يشوف الاسماعيلي طبعا في الوضع دوت، بس هي ديت خلاص شكرا باي باي. الاسماعيلي راح الاسماعيلي. اتمنى بعد التوقف الدولي الاهلي يشد حلو، يبقى خلصنا من المدير الفني الاجنبي، عالجنا الكلام دوت، دخلنا نلعب، نبقى رايقين، نركز في دوري الابطال، نركز في الدوري، ونتصدر، ونخلص بكتات النجوم اللي عندنا ديت. بس كده. لو عجبتكم الحلقه متنسوش اللايك، سبسكرايب. اشوفكم في حلقه محليه جديده.